السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكرد في عيون معاصرة، من اسطنبول إلى باريس ثم القاهرة وصولا إلى هنا الإسكندرية. إبادة منظمة، طمس مريع، ومع ذلك وباللغة انتصر الكردي على الهوية المستعارة في المواطن التي يعيش فيها. طالب بالاعتذار للكرد وطالب بإنصاف الكرد. أستاذ جامعي، كاتب وفيلسوف مصري متخصص في التراث العربي، له عدة مؤلفات، وهو من أشهر الروائيين المصريين الذين ترجمت رواياتهم إلى أكثر من 35 لغة عبر العالم. عرف بروايات كثيرة ومن بينها عزازيل، وآخر ما كان قد أصدره الوراق. أهلا وسهلا بالروائي والمفكر الدكتور يوسف زيدان. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. السيدات والسادة، يقول البؤس والظلم الشديد في مقالة له، هكذا يصف الروائي يوسف زيدان حالة الكرد، وقد تحدث عن هوية الكرد. هل من تفصيل حول هذا الكلام، البؤس والظلم الشديد؟ وأنت كنت قد تحدثت أن هذا هو ما يجمع هوية الكرد. يعني خلال ما يقرب من 3000 سنة كان الظلم، ظلم الآخرين يعني للكرد، والبؤس المقيم في منطقة كردستان العامة وليس العراقية هو العنوان الأساسي لحياة هذه الجماعة أو الإثنية العرقية العريقة جدا. كان أول سماعي أو يعني إدراكي في نشرة أخبار عن استعمال أسلحة محظورة من الرئيس العراقي آنذاك ضد الكرد، فاستقصيت الأمر إخباريا يعني، فوجدت إن دي مسألة مش يعني معتادة، وإنه في عمليات تهجير من الشمال إلى الجنوب وإلى البصرة أيضا. فدعاني ذلك بعقلية الباحث إلى النظر في أصول هذه المأساة. نعم. ومتعجبا كمان من السكوت عنها. يعني طبعا في الوطن العربي في أقليات، أمازيغ في أفريقيا مثلا، أو بقايا للمعلولة مثلا، الجماعة السوريان اللي لسه. إنما هذا الاضطهاد المنتظم خلال ده اللي ظهر لي بعدما استقصيت الأمر. وجدت إنه البؤس الكردي بدأ بحكاية توراتية عجيبة جدا. واحنا عارفين إنه التراث اليهودي التوراتي منه وملحقاته يعني مخزن أو يعني منبع فياض بالخرافات فكان أول تصور لأصل الكرد عبراني. وبيقول حاجة غريبة جدا، إنه داود الملك كان عنده زوجات كثيرات، ويقال إنه هم اللي جم في القرآن يعني 99 نعجة إلى آخره. إنما ليس هذا هو يعني مقصدنا من الكلام. المقصد هو ما ذكره العبرانيون من أن جماعة من زوجات داود اتصل بهم الجن، وحدث نوع من اللقاء الحسي يعني، فحملنا منه. نعم. من الجن. نعم. فولدوا الكرد. فتخيل، طبعا التوراة مشهورة والتراث العبراني مشهور بإدانة الآخرين عموما. يعني
هيبقى الكرد هم أولاد الجن من النسوة الزانيات، وهيبقى المؤابيين والعمونيين اللي هم سكان الأردن هم بنات لوط المرسل أو النبي اللي أرسله إبراهيم لسدوم، وناموا معاهم الاثنين، فواحدة خلفت بن عمي اللي هو جد العمونيين، وواحد والتانية تاني يوم برضه نامت مع باباها حاجة يعني. والمصريين طبعا والعرب دول أولاد الجارية المصرية إلى آخر هذا الركام الهائل من الخرافات. ودخل الكرد في زمرته، ولكن تم الاحتفاء بذلك، يعني المؤرخين ذكروا ذلك في كتب التراث التاريخ العربي والإسلامي. نعم، يعني بدون أي نقد ولا تمحيص، ولا طبعا مش مؤرخين على شاكلة ابن خلدون مثلا ولا المقريزي، هؤلاء مؤرخون يعني عظماء، إنما المبكرين والقصاصين، وكان منهم كتير يهود، ورواة السير أو ما سوف يسمى بالإسرائيليات، الجزء الخاص فيها بالحديث النبوي والجزء الخاص بالقصص العام، طبعا تلقفوا هذه المسألة وعلى عواهنها وانتشرت. طيب، بعيدا عن هذه الخرافة، تساءلت هل هذا البؤس الصدامي يعني جديد؟ فوجدت يعني انه المأساة مأساة المكان والإنسان في المكان. هذه المنطقة، منطقة شمال العراق، طبعا لو حذفنا مؤقتا من أذهاننا الحدود السياسية، سأتحدث معك حول ذلك، يعني الحدود وموضوع رؤيتك لكردستان. طيب، هذه المنطقة نعم، بصرف النظر عن الحدود السياسية الفاصلة، نعم، كانت ملتقى صدامات يعني خلال 2000 أو 3000 سنة الأخيرة. فاليونان والفرس، نعم، المغول، المسلمين والمسلمين، يعني مثلا الحملة اللي أرسلها محمد خوارزمي شاه لدخول بغداد ووجدها عاصفة ثلجية تخطفها الكرد، نعم، يعني كانوا موجودين وبتمر عليهم جيوش. وطبعا الخبر اللي بيجي في التاريخ انه ايه، وبقية الجيش او بقايا تخطفهم الكرد. محدش قال هو لما جيش غازي بيعدي على المنطقة الكردية بيعمل فيها ايه، يخرب الدنيا، سكت عنها. نعم. وبعدين العرب المسلمين مع الفرس، وبعدين الصفويين مع العثمانيين، يعني شاء الزمان أن يكون الكرد يعني في منطقة هي يعني كما سميتها يعني في بعض مقالاتي منطقة رعب العالم. نعم. فعانوا طبعا من البؤس. ما الذي يجعلك دكتور يوسف تملك هذه الجرأة في قراءتك للكرد ولقضيتهم ولمأساتهم، في حين انسحبت الكثير من النخب؟ إذا لم ينسحبوا زوروا وشوهوا. ما هو وراء هذه الجرأة؟ وراءها أنه ليس وراءها شيء، يعني الذي يتلون استقلالية، الذي يتلون أو هو يريد شيء. نعم. فأنا بقدر المستطاع يعني متخفف من الطلب، وبالتالي هذا يعطيني مساحة حرية أن أقول ما أراه صوابا. يعني لست طامعا فيما عند أحد، وبالطبيعة الأولى يعني يمكن فطريا يعني أميل إلى نصرة المظلوم، ورأيته
حتى انه في مقالات لي كثيرة، نعم. وحتى في رواية عزازيل اللي هي ترجمت لا جاء ذكر الأكراد، مع أنها الأحداث بتقع في بداية القرن الخامس الميلادي، يعني قبل حتى ظهور الإسلام وانتشار العرب وكده. يعني حتى سلبوهم اسمهم، يعني بيت قرد اللي جت في المصادر القديمة العبرانية والبتاع، راحوا العرب قايلين أكراد. نعم. عشان يبقى أكراد على وزن أعراب. نعم. وبعدين واحد تاني برضو، أو يعني جماعة أخرى تقول الكرد هم بدو الفرس. هذا خلط وتخليط وبعضهم ينسبهم إلى العرب أيضا، أن أصولهم عربية. المسعودي وبعض المؤرخين المبكرين قال إن هم من سلالات عربية، ولكنها انزوت في الجبال وانقطعت. إنما شوف التسمية، أعراب أكراد. نعم. طب أنت بتقول كردستان، ما بتقولش أكرادستان. نعم. 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 يعني فبالتالي في هناك نوع من زي ما كما ذكرنا الظلم اللي بيدعوني إلى نصرة. يعني دي حضارة جميلة ومسالمة. لم نعرف خلال التاريخ أن الكرد يعني عملوا جيش نظامي مع ضخامة أجسامهم وقوة بنيانهم وشجاعة نسائهم، حتى كما ظهر في المواجهة مع داعش الأخير، يعني في الفترة الأخيرة لم نسمع أنهم قوم يعتدون، أو أنهم غزوا أو خربوا، أو يعني حتى صراعاتهم داخلية فيما بينهم. يعني لم يشهد عليهم أو عنهم أنهم اعتدوا على الآخرين يعني. نعم. دكتور، منطقة كردستان حسب كلامك في أحد المقالات اتصال جغرافي مقطوع بحدود رسمها على الورق أصحاب المصالح الكبرى، ومات بسبب هذا الرسم المسمى الحدود ما لا حصر له من الناس. كيف تنظر إلى كردستان تاريخا؟ طبعا كردستان تاريخا مقارنة بكردستان الآن هناك بعض نقاط الاتفاق أو الإيجاب يعني، ونقاط السلب. طبعا حال الكرد اليوم أفضل بكثير، ولا أظن أن المنطقة الكردية في العراق شهدت يعني هذه برغم وجود بعض مشاكل كثيرة، ولكن هذه الهدأة الحالية والعمران الشديد في أربيل أو هولير رأيته بنفسي يعني مرتين، وهذه العناية بالمكان وهذه الطمأنينة في الديار لم تتحقق من أزمنة يعني بعيدة. ومع هذا يرث الكرد الحاليون من الأزمنة الماضية فكرة التقسيم. يعني هو قبل 1950 مثلا لم يكن هناك خط حدودي يفصل بين سوريا والعراق، وبالتالي يفصل بين الكرد في سوريا في شمال سوريا والكرد في النصف الشمالي من العراق. لم تكن ديار بكر منفصلة عن كردستان العراق، ولم يكن الجزء الشرقي اللي هو يقع الآن في حدود إيران السياسية ويعاني مما يعاني منه، طبعا لا يخفى على أحد، لم يكن موجودا هذا. نعم. فالآن الحدود السياسية واللعب السياسي وهذا النزاع واللعب السياسي، ثم تجنيد إيران لمجموعة من الكرد وتجنيد العراق في عقود سابقة، يعني هذا اللعب السياسي
أدى إلى بؤس شديد. الآن للكرد في العراق فرصة جيدة. نعم. ولهذا حذرت من في أربيل في هولير علانية في معرض الكتاب أن يطالب الكرد الآن بالاستقلال عن العراق، لأن هذه مصيبة للكرد وللعراق، كلاهما سيكون ضعيفا. لم يأتي الأوان بعد. يوما ما سوف يكف هذا اللعب السياسي وتنتصر اللغة وينتصر التاريخ وإرادة الجماعة، وتكون هذه المنطقة أو يعاد رسمها، ولكن ليس الآن. هذا يعني ما قلته، ولا زلت عند رأيي لم أغيره بعد. دكتور، أشرت إلى أن الكرد يجمع بينهم التاريخ المديد، لكن التاريخ يكتبه الأقوياء والمنتصرون. كيف تنظر إلى التاريخ الكردي بعيون عربية مفكرة؟ لا، النظر إلى التاريخ مفروض يكون بعين محايدة. طيب كيف تنظر؟ ليست عربية أو عبرانية أو فرنسية. لا، يعني التاريخ يقول إن هناك تاريخا واحدا لهذه الجماعة. نعم. هناك إقليما واحدا لهذه الجماعة، هم ليسوا من الغجر الرحل. نعم. وليسوا من الشعوب الرعوية المتنقلة بالخيام. أصحاب أرض. هم أصحاب أرض، وأرض ليها خصوصية وجمال، وأصحاب لغة، وأصحاب مآسي جمعت بينهم. فبالتالي قوة الكرد ككل نعم في البلاد الأربعة المنقسمة فيما بينها تكمن في التاريخ وفي اللغة. في التاريخ وفي اللغة. نعم. قرأت لك يعني وبجرأة شديدة اعتذارا على عبارة أنت بتستكردني. ما قصة هذه؟ ما أنا ما كنتش فاهم يعني، أو من 25 سنة لم أكن منتبها نعم إلى محورية وخطورة المسألة الكردية. عندما بدأت أبحث الأمر وأدقق فيه، يعني عشان أنا في العادة أبدأ باللغة، نعم، ثم بالتاريخ، نعم، ثم بالمتغيرات الأخرى لأفهم هذه الظاهرة أو تاني. في اللغة لاحظت أنه هنا طبعا العوام وليس في اللغة الفصيحة يقولون أنه رحت اشتغلت عند فلان واستكردني. استكردني يعني لم يعطني الأجر المناسب أو خدعني ولم يدفع لي. هي شكوى من المجني عليه طب لماذا استكرده؟ يعني عامله كما لو كان استوطحيته، يعني استوطحيته. لا، لم يعطيه حقه، ظلمه. فأصبح في وعي العوام، الوعي التلقائي، إن من يظلم ومن يهان يأخذ حقه. لا ليس فيها يعني كلمة استكراد، ليس فيها إهانة ولا إيذاء، فيها أكل حقوق أو ظلم للحقوق، هضم الحقوق. فبالتالي كما لو كان اللسان العامي تلقائيا بيستعير المأساة الكردية في المنطقة العربية، أنهم دائما ما يظلموا أو لا يأخذون حقهم كاملا. فأن يقول أحد العوام في مصر يعني أنه فلان استكردني، يعني لم يعطني حقي كاملا كما لو كنت كرديا. نعم. بعض النخب حولت الشعب الكردي والقضية الكردية من كونها جزءا من الحل إلى جزء من المشكلة. كيف نستطيع أن نعيد الأمور إلى يعني نصابها الحقيقي في تكوين مجتمع يقوم على الائتلاف وليس على الاختلاف؟ أحياء النعرات والتباينات كذا،
كروائي وفيلسوف كيف تنظر؟ أنا أرى إنه وشائج الصلة بين العرق العربي والعرق الكردي قوية جدا، وفيها من الاتصال أكثر ما فيها من الانفصال. نعم. صحيح أن ظلما أفدح وقع على الكرد عبر التاريخ، وجزء منه كان عربي من الدولة العباسية. نعم. ولكن يظل التقارب في منطق اللغة وفي التاريخ المشترك. لما نعرف أن مثلا عبد القادر الجيلاني ما هو فدى من فارس وعاش في بغداد، ولكن كان لديه تلامذة كثيرين ومشايخ ممن جاءوا بعده كانوا من المنطقة الكردية. نعم. السينما هنا في مصر يعني بتفتخر جدا بعلي بدرخان المخرج المرموق، ويحظى باحترام. المطبعة أول مطبعة في مصر يحظى باحترام. أنا بتكلم عن مشاركة الناس، إنما مشاركة بقى الوقائع وهذا يعني كثير جدا. فبصرف النظر عن استبداد بعض الطغاة، ومعروف طبعا أقصد مين، أو مصالح ما يسمى في العلاقة الدولة العميقة اللي بتسعى دايما لتمزيق، يظل الكردي والعربي أخي كلاهما مسلم، وكلاهما يمر بنفس الظروف، وكلاهما يحاصر اقتصاديا، وكلاهما يدخل في لكن بعض السياسات دكتور على كلمة كلاهما مسلم تصر على نعت الأكراد بأنهم ملاحدة وانفصاليين، وهذا أيضا شائع في أدبيات بعض الإسلاميين وبعض العرب. يعني أنت عندما تختلف مع جهة يمكن أن تصف أن برنامجها السياسي فاشل، أن لديها تصور قاصر، أما أن تأتي لتصفهم بأنهم انفصاليين وملاحدة هذا قاموس مستحدث ومن قبل دول متحكمة في الجوار وردت إلى العقل العربي والمسلم هذه الصفات. الانفصالية وإن كانت نزعة وجدانية مبررة إلا أنها خاطئة، وقلت هذا أنا بصراحة. أما بقى أنهم مسلمين أو غير مسلمين، أحمق من يطلق مثل هذا القول، لأنه ببساطة شديدة وبأصل شرعي سنقول له هلا شققت عن قلبه مثلا. طيب المساجد في كردستان العراق وفي ديار بكر دي، التاريخ المشترك، وجود المشايخ، مشايخ الصوفية، طب ما مش كل ده إسلام ولا إيه؟ نعم. طيب وبعدين ليس من حق أحد أصلا أن يحكم على خلافا بأنه متدين ولا ملحد، وأنت مالك أنت؟ ما تخليك في نفسك. نعم. يعني خلاص لما يجي يوم القيامة يبقى الناس ربنا بقى هو اللي خلقهم، هو اللي يحاسبهم، انت ما خلقتش حد. هذا ما بيعود فينا دكتور للفكرة اللي حكيتها في البداية، موضوع التلاعب السياسي في الذاكرة الجمعية لهنا أو هناك. يعني نعت الكرد بالانفصال، أو هي ليست ضمن المجتمع العربي ولا المجتمع الكردي، ضمن سياسات لدول تريد بالفعل خرق ويعني إيجاد حالة من الخلل بين العرب والكرد، فأوجدت هذه المصطلحات. أولا التعميم ليس صائبا هنا. حالة بين العرب والكرد، ليسوا العرب في الإجمال. هذا حاكم نعم بالصدفة يعني من منطقة عربية واستبد، نعم، وتحول لديكتاتور، فاضطهد كل يا أخي ده قتل أقاربه، نعم، وقتل المقربين له. فبالتالي طغيانه على الكرد لم يكن يعني خاصا بجماعة معينة، يعني قتل المعارضين وقتل الأقارب لا يعني ما. وحتى التغيير الديموغرافي الذي تم مؤخرا في سوريا في المناطق الكردية، تم تهجير الكرد من عفرين وما حولها، يعني انزياح وتجريف كامل. هذا أيضا أليس كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ نزع الناس السكان الأصليين بفعل السياسة والتصرف؟ لا، بفعل حاكم مستبد
أنا أصوب هنا تعبيرك العرب والكرد، هو ليسوا العرب والكرد، مجمل العرب يعني ليس لهم يد في هذا. هذه قرارات يتخذها حكام متسلطين في بلادهم أو جماعات إرهابية مثل ما حدث مع داعش. وهي داعش عندما تدخل من في شمال سوريا وتتجه شرقا، هل هي تفرق بين هذا كردي وهذا سورياني وهذا يزيدي؟ يعني هي والذين صدوا الكرد وقفوا وقفة جيدة، وأيضا الشيعة المسلمين وقفوا وقفة جيدة. يعني من الجنوب جاءوا فتعاونوا هذه المرة على البر، هؤلاء عرب. نعم بصرف النظر أن مذهبهم الديني يعني الإسلامي شيعي أو أنه الكرد سنة، لا، هو الخطر المحدق بالعراق كان للكرد دور كبير في صده، متعاونين مع العرب أو مع المسلمين الآخرين. في سوريا الآن أيضا نفس. طيب، يبقى إذن المسألة لابد أن ندقق وألا نعمم القول فننتهي إلى صيغ خاطئة أن العرب اضطهدوا الكرد. لا، هو حاكم مستبد غبي سفاح كان يعني يمارس الطغيان على العرب وعلى الكرد وعلى أي شخص قريب منه أو بعيد إن خالفه. دكتور، يتهم الكثيرون الكرد بنزعة الانفصال، ولكن في المقابل يصمت الكثير من النخب عن عبثية ووحشية الأنظمة سواء كانت في سوريا أو في العراق. في سوريا كان يعيش الأكراد قسم كبير منهم من بدون جنسية وبدون أي ورق، وفي العراق تم ضربهم وأنتم أشرتم إلى ذلك. أليس هذا يعني الإشارة إلى وحشية الأنظمة أولى من نقد المستضعف الذي يبحث عن خلاص حتى ولو كان أن يخرج من كل الخارطة التي ينتمي إليها بسبب هذا القهر؟ وردت بعض الأنظمة كلمة انفصال وذكرنا ذلك وأنت ضد هذه الكلمة، ووردت أيضا كلمة الإلحاد وأنت رددت عليها، لكنها موجودة الآن. قامت بعض المشاكل في سوريا في المناطق ذات الطابع العربي والكردي، صرح بعض العرب وصرخوا بأنه لا نقبل أن يحكمنا كردي. هذه النزعة، الخلاف الوجداني لم يكن موجودا، وإنما تسلطت بعض الدول المجاورة سياسيا فحولت هذا الأمر إلى نوع من العصيان الداخلي بين القوميتين. كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ يعني أراه موجة جديدة من موجات اللعب السياسي الذي يؤدي إلى تدمير المجتمعات بمكوناتها المختلفة. هل هناك مجتمع واحد في أي مكان في العالم كله متشابه؟ لا. يعني ما هو في مصر في مسلمين وأقباط، وفي الصعيد والدلتا، وفي أمازيغ في الواحات ومدينيين في المدن الكبرى، وريفيين في إنما هذا النسيج يتناغم ليصنع الواقع المصري العام. أيضا سوريا يعني متى كانت سوريا نسيجا واحدا؟ هذا التنوع والذي أعطاها الثراء. حلب تختلف عن دمشق. نعم. يعني إيقاع الحياة وطريقة تفكير الناس. طيب، ما بالك الأمر ما بين السويدة وهم موحدين دروز وبين الشمال وهم علويون والسنة في المنتصف في حمص وحماة إلى آخره، وهناك السوريان من الكنيسة السوريانية يعني هذا التنوع باب للثراء يجعله اللعب السياسي باب للفتنة. نعم. فأقول للناس تعقلوا وطبقوا إن كنتم مسلمين القول الإلهي: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والعبرة في الحاكم ليس بأصله ولكن بفعله. نعم. يعني ما الذي يعود علي إن كان هذا الحاكم ملاكا هبط من السماء؟ يعني تشرشل الزعيم البريطاني المشهور قال إنه مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل مصلحة بلاده.
واستطاع أن يعبر ببلاده من الحرب العالمية، من مآزق الحرب العالمية الثانية. إذن المسألة ليست، هو لم يسأل أحد ما هي كنيسة تشرشل وما هو ذوقه اللغوي والأدبي، هو ينظر إلى فعله. نعم. فالآن شمال سوريا فيه عرب طبعا في منطقة الرقة، نعم. وقبائل قديمة أو يعني نتيجة عرب أصلاء وليهم تقاليد، وهناك كرد. نعم. منهم يعني من اشتهر حتى في الأدب العربي، وكلنا نذكر قصيدة محمود درويش: يتذكر الكردي حين أزوره غده، وكتبها لسليم بركات الكردي السوري. نعم. وفي القصيدة إشارة إلى اشتراك المأساة بين الفلسطينيين والكرد، وهو اشتراك مسكوت عنه. إذن الدور هنا على الجماعة أن تتعقل، وألا تقع فريسة سهلة لهذا اللاعب السياسي الرخيص. نعم. نعم. الوعي. أنت زرت هولير عدة مرات وذكرتم أنتم ذلك في الحوار، كيف تنظرون إليها من حيث التعايش ومن حيث الحالة العامة في هولير؟ المكان بديع طبعا، وأنا تجولت فيه وزرت الأماكن القديمة والقلعة الموجودة ربما، وكانت هنا وتربطني صداقات يعني قوية بكرد في المجال الثقافي وفي غيره أيضا. وترجمت روايتك إلى اللغة الكردية. ترجمت عزازير ترجمت مرتين. نعم. وترجم أظن 5 أو 6 أعمال ليا. وحتى من باب المودة المترجمون لا يسألون عن أو لا يكترثون بمسألة الحقوق والتعاقدات. هو يرسل لي: هل ممكن أن أترجم كتاب كذا إلى الكردية؟ فأرد بكلمة واحدة: ممكن جدا. شكرا. يعني بنوع من المحبة. حتى عندما كنت في معرض أربيل للكتاب، فأحد أصدقائي من الكرد عزيز باختيار يقول لي: في ناشر أصدر اللاهوت العربي وراني يعني الترجمة، قال لي تيجي ناخد يعني نروح ناخد منه حقوق بقى المؤلف وبتاع. قلت له: لا، دي المحبة لا حقوق لها. فيعني لا أهتم بهذه المسألة. فمن فخري كريم إلى سعدون سورجي إلى يعني هناك ناس قريبين إلى قلبي، والمكان أيضا جميل. حتى السمك المسجوف له طعم آخر، ربما يعني لطبيعة مجرى النهر إلى آخره. ولكن أنا أحب هذا المكان، وأحب هؤلاء القريبين إلى القلب. دكتور، ما هو المطلوب الآن؟ أريد يعني هيك مثل رسائل مركزة من الشعوب العربية تجاه الكرد. كفوا عن التنازع السخيف، واعرفوا أن من يستعمل السلاح هو ببساطة شديدة مجرم. لا تقولوا أنه مسلم متطرف، لا تقولوا أنه مدفوع من المخابرات الأمريكية أو التركية أو الدولة العميقة. لا، انظروا إلى الأفعال. لا ترفعوا السلاح في وجوهكم بينكم. لا تجعلوا الغل الموروث من أزمنة القهر هو المتحكم فيكم، وابرأوا من ميراث المآسي، وابنوا
بلادكم، مدنكم، والحقول والعمارة، واهتموا بأن تتركوا هذه الدنيا وهي أفضل مما كانت عليه يوم جئتم إليها. بهذا تبنى الأوطان تجاه يعني العرب تجاه الكرد كلاهما. طيب النخب، ماذا النخب العربية والكردية أيضا؟ وهي في مأزق ولا تلوم عليهم في شيء. نعم. طيب يعني تم تكسير أجنحتهم خلال 70 سنة الماضية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب النظم السياسية، الأنظمة السياسية، لا، دي لا فائدة منها، لا فائدة. يعني لا أعول عليها. نعم. ولا أوجه إليها خطابي. نعم. أنا خطابي للناس، لعامة الناس، لكل المكونات. من خلال متابعتي للشأن الكردي أريد أن أذكر لك بعض النقاط، وأريد أن أستمع إليك. هل يمكن أن نبني عليها علاقة استراتيجية وعلاقة حقيقية بين المكونات؟ النضال المسلح الكردي ضد الأنظمة لم يستهدف، وبالعراق تحديدا لم يستهدف في يوم من الأيام أي مدني. هذا مثبت في العمل المسلح الكردي الذي كان يدافع عن حقوقه داخل العراق. 2، في عام 1991 وبعد الانتفاضة سلم الجيش العراقي نفسه للكرد، وهو الجيش الذي نفذ عملية الأنفال، ومع ذلك لم يقتل أي جندي عراقي، بل طالبوهم بالرحيل إلى بلادهم. وفي الحرب الأهلية عام 2003 كانت كردستان أفضل ملاذ لكل عربي عراقي وغيره وفد إلى كردستان، حتى نصافي 2.5 مليون وافد عربي إلى إقليم كردستان. وحتى ما بعد أحداث وثورة سوريا أيضا هناك الكثير الذين وفدوا، ولم تشتكي حكومة إقليم كردستان تقول أن مأزقي الداخلي بسبب اللاجئين أو المهاجرين كما تدعي بعض الدول، وتلوح بهم وتسترزق بهذه الورقة. بعد فشل، ماذا يمكن أن نبني على هذه النقاط التي ذكرت لك؟ سلمية النضال الكردي، استيعاب التعايش دون من أو دون تفضيل، القبول بالتعددية من دون ترفع أو احتواء 1.5 مليون. يعني هناك كثير من الوقائع في هذا الباب، وكلها تقول ببساطة شديدة: فلنخرج من حال المأساة الموروثة إلى مستقبل أفضل. نعم. هذا كلام أقوله للكرد وللعرب. نعم. لأنه يعني ما هو كثير من الكرد جم مصر هنا ونجحوا ونبغوا وتم تقديرهم ولا يزالوا مقدرين، وحتى أن الناس تندهش بعض الشيء عندما تعرف أنه فلان أو فلان من أصول كردية. نعم. واحتفظوا بأسمائهم، محمد خان المخرج وعلي بدرخان وإلى آخره وغيرهم، يعني كثيرون. فجعلوا هذا هو النموذج الذي يحتذى. الكرد كانوا بعد أحداث داعش يعني تصرفوا بشكل، وأنا تأكدت بنفسي من ذلك، يعني عنف الكرد مع الكرد أيام الصراع يعني طالباني الكردي يعني كان أشد بكثير، ولكن العقل تغلب وهدأت الأحوال، ونحتاج مزيدا من الهدوء، لأن الأخطار لا تزال محدقة، والمنطقة لا تكف عن الغليان. نعم. ومن السهل جدا إثارة الخلافات، السخائم القديمة، ولن ننتهي. فلنترك الماضي نعي به ونفهمه، ثم نجعل أنظارنا متوجهة أكثر نحو المستقبل. نعم. دكتور، بعد فشل الحلول العسكرية في إجهاض الكرد أو قضيتهم أو المطالبة بحقوقهم، هل من مقترح آخر للتعامل مع الكرد بشكل عادل ومنصف؟ لا، أنا لا أوجه حديثي للحكام، أنا أوجه حديثي للناس: اصبروا وصابروا،
وسوف ينتهي مع الاستبداد السياسي في منطقة الأناضول والمنطقة العربية والمنطقة الشرقية. سوف يخفض أو يضعف اللعب السياسي، وتكون لدينا فرصة أفضل لمستقبل أفضل. نعم دكتور، عودة مرة أخرى إلى ما مقترحك كروائي وأديب ومؤرخ وفيلسوف لاستعادة اللحمة والتعايش الطبيعي. ذكرت لك حالا إنه نخرج من مآسي الماضي وموروثه الثقيل الفادح، وننظر إلى المستقبل بعين رشيدة. نعم دكتور، المجتمعات الغربية وصلت إلى ما يسمى المجتمع الفيدرالي، يتعايش الجميع وهناك إدارات ملتحمة ومتوافقة على رعاية حقوق أفرادها. هل يمكن أن نرى هذا الأمر أيضا؟ جدا طبعا، وهو موجود وذكرت لك. طب يعني ما هو المغرب العربي، كل بلاد المغرب الكبير فيها عرب وأمازيغ مثلا. هنا في مصر هناك أمازيغ ومسيحيين ومسلمين ومكونات عديدة، النوبة، ويحدث هذا التداخل أو هذا التشجن بين الفروع واشتراكها لتصنع المجتمعات. فبالوعي وبالتعقل وبالرزانة المطلوبة لصناعة المستقبل تستطيع المنطقة الكردية أن تتجه نحو الأفضل. ماذا تقول لمشاهديك على قناة كردستان باستوتشار؟ يعني أنا على صلة بيهم دايما، بنتواصل عبر رسائل الفيسبوك وبتمنى لهم فعلا العراق بمجمله بلد عزيز على قلبي، وبالكرد وبالعرب وبالمسيحيين وبالأزيديين، حتى بالشيعة بالسنة. العراق بلد عظيم وعريق، وأتمنى أن يخفت صوت الفساد الإداري، لأنه العراق مؤهل أن يكون بلدا جميلا وقويا وحصينا بكل من يعيشون فيه. ويوما ما في المستقبل سوف تكون كردستان، بصرف النظر عن الحدود السياسية، سوف تكون أمة عظيمة مثلما كانت دائما. أشكرك دكتور. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر للدكتور يوسف زيدان، المعروف بمواقفه المنصفة حقيقة نحو الكرد، وهو رجل متقدم أيضا ويخوض حربا ضد التزييف والتجريف والتحريف للذاكرة بشكل عام، وهو لا يقبل بظلم أي مكون، بل حتى أنه رجع إلى التاريخ وفتح ملفاته وأعاد التعريف الحقيقي لتاريخ الكرد واسمهم وتاريخهم وإنصافهم، وطالب بأن المواطنة وأن ننتزع من عقولنا سخائم الأحقاد ومن قلوبنا الحقد على بعضنا البعض من أجل تعايش سلمي. نشكركم على هذا اللقاء، وشكر موصول للدكتور الروائي يوسف زيدان، ونلقاكم في حوار قادم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.